حبايبي، دي الفول اللي لسه جايباه النهارده من السوق. خلاص، فشفتوا الحبايه بتاعته، شفتوا حبايته، اعمل لكم الاضاءه عشان يشوفوا اكتر. اها، بص بقى الحبايه دي العريضه دي جميله دي للنابت. انا هغسله دلوقتي. انا قلت اوريه لكم قبل ما اعمله عشان لما اجي ينبت اوريكم انا هطبخه ازاي والتنبيته طلعت ازاي وعامل ايه، وكلهم هغير عليه بقى. انا هبله دلوقتي، احط عليه ميه وانقعه ماشي لغايه بكره الصبح، يعني في نفس الميعاد ده اهوت. وهروح شايلاه وحطاه بقى ايه في حته ولفاه في حته بيضه وحطاه في بوله كده او اي حاجه عندي يعني. شفت الفوله عامله ازاي؟ الفوله الحلوه العريضه ديت تجيبيها. ده الفول النابت احنا بنحبه، انا بحب انبته واعمله. انا لسه اول مره هعمله معاكم على القناه. خلاص، بس دي بقى انا هقوم اغسله، هشطفه شطفه حلوه واحط عليه ميه واسيبه متخمر ليه ان شاء الله باذن الله كده لغايه بكره زي دلوقتي. وبعد ما ينبت كده باذن الله هنعمله مع بعض، بس انا حبيت اوريكم قبل ما اعمله عشان تبقوا معايا. يلا حبايبي، اشوفكم على خير. انا مع الفول يا حبايبي، خمرته من امبارح من ساعه ما وريتهولكم كان لسه ناي. شوف الحبايه نفشت على طعم جميله ازاي. حبايه الفول عند جدين. انا دلوقتي صفيته وغسلته حلو، كنت كل شويه غير على الميه. دلوقتي اني غسلته ونضفته اهوت وهحطه فين في الشاشه عشان اوريهولكم كده في الشاشه اهو. شوف اللهم صل على النبي، نص كيلو عمل قدين ياكل عيلتين اللهم صل على النبي يعني. حبايبي الفول اهوت معاكم، شوفوا عامل ازاي. حطيناه كده، خمرناه من امبارح وشلته دلوقتي عشان احطه في الشاشه واغطي عليه كده اهو يا حبايبي. بس كده سيبه بقى 3 ايام لغايه لما ينبت الفول اهو يا حبايبي. انا كل يوم هوريكم. انا كده ايه مصفياه من امبارح الصبح ماشي. صفيته وغسلته ونضفته، انا غسلته كذا شطفه كده يعني شطفته كده شطفه كده ماشي يا حبايبي. وادي الفول اهو معاكم اهو، لسه مش نبت. انا غسلته دلوقتي وكل يوم برش عليه كده ميه يا دوبك كده، برشش عليه ميه كده تبقى الشامله ايه مبلوله ميه كده عليه. واديني غسلته بردك عشان مش يبقى فيه ريحه وحشه ولا فيه حاجه شينه يعني، عشان ولا فيه مزلقه ولا ريحه شينه. اهو زي الفل اهو. شايفين الفوليه لسه مش نبتت، ده انا بوريكم بس يعني قدامي لبكره كده او بعده. هما 3 ايام كده وراجل الفوله نبتت خالص بقت جميله كده. ان شاء الله كده هبقى معاكم هوريكم كده على طول عشان لغايه لما اطبخه. اللي مثلا زي دي كده بايظه كده بشيلها، اللي مش حلوه افتش فيه كده اشوف فيه ايه، في حاجه مش حلوه كده. زي الفول كله اهو. اللي تلاقيها كده مثلا دي بطلعها، دي مش بعودها، ممكن ايه ارميها يعني. كده لازم الواحد كل يوم يبص عليه كده ويشطفه شطفتين كده اهو ويحطه تاني ويروح عامل عليه كده باللي بتاع كده. هي اللي الشامله حاطط عليه الشامله تاني كده مثلا يعني. انا بوريكم عشان تبقوا ايه شايفين معايا كل حاجه. ان شاء الله ان شاء الله بكره هنبص عليه تاني لو كان لنا عمر ان شاء الله باذن الله، وهوريكم وهينبت معانا وهطبخه معاكم وهتشوفوه. خلاص، يلا يا حبايبي بالسلامه. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى انا وريتكم الفول من اول ما جبته واول ما بليته واول ما نقعته وطلع كده. خليته 3 ايام بس، هو اليوم الرابع كان النهارده، فاللهم صل على النبي زرع اكتر. احنا بنحبه مزرع كده بصراحه. والفوله اهي ضعفت، بقت الضعف كبرت كده وجميله ازاي. دي الفول بقى بتاع النابت اللي تجيبيه تقولوا عايزه فول نابت لاي حد بتجيبي منه. بصوا يا حبايبي الميه هتغلى اهيت وهروح مسكتونه فيها معانا يا حبايبي. بصوا هنحط في الميه البصل ده هقطعهم 4/4، ده هسيبهم زي ما هم. وادي ليمونتين، هم ليمونه واحده متقطعه كبيره حلوه، واحط عليها كزبره واحط عليها فلفل اسمر، ريحه فلفل اسمر، واحط عليها كمون كده. خلاص، انا عايزه البصل كده مش عارفه ليه. بصي يا حبايبي ادي ليمونه اهو، كعب الماجي، حبه كزبره اهو بردك مش كتير،
فلفل اسمر، حطيت فلفل اسمر مش كتير برضه. ادي الكمون. ماشي يا حبايبي، كمون وفلفل اسمر وكزبره وبصلتين وايه تاني، والماجي، مكعبين ماجي والليمونه. نحط الفول يا حبايبي اهو بالبركه كده، بدلق كده بالبركه. وبعدين بقى ايه، شفت اللهم صل على النبي، نص كيلو فول تتضاعفوا بقى قدين بقى، حبه حلوين. ماشي. التكه بقى اللي حضراتكم مش يعني ما اعرفش حد بيعملها ولا لا، ديت طول عمري بعملها كده بصراحه. هي معلقه رز واحده، معلقه رز واحده غسلتها وخمرتها 5 دقايق اهي. دي بقى بتخلي الرز ابيض وحلو برضك مع الليمون. ودي بتلف كده على الفول، بتخليه جميل، بتخلي النابت بصراحه. والله العظيم طول عمري بعمل عليه رز، وهشوفوا معايا حبه الرزايه كده بتبقى مع الفوله كده بتبقى جميله بصراحه يعني. ولفت كده على الفول، مش يبقى صايص كده ميه لا. ونسيبهم بقى ايه يغلوا على النار دول بس. مش هحط تاني، لما تستوي كلها في بعضيها وادوبها لقيتها عايزه ملح هحط لها ملح. ماشي يا حبايبي. والثومه هي يا جماعه هنعملها ايه، الطشه بتاعت النابت، الفول النابت اهو. هنخلص وهروح طشنها على طول. ونرجع تاني بقى اوريكم انا بعمل ايه ساعه ما يستوي بقى، نخلص واعرف كده في الاطباق هوريهولكم. يا حبايبي الطشه الجميله دي، الله على الريحه يا ولاد، الله الله على الريحه، الله على الريحه. النبت اهو يا حبايبي، شفتوا النبت؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عسل عسل عسل. ومعلقه الرز اللي حطيتها مش باينه خالص، بس بتظبط النابت وبتخليه روعه. بصراحه انا طول عمري احط كده ولا احط فوق ليمون ولا حاجه، بس المره دي حطيت ليمون. وادي البطاطس اللي مش بياكل النابت، وادي البتنجان فريحه عشان ايه تبقى اكله كده ايه متكامله كده. ماشي يا حبايبي، النابت زي الفل اهو قدامكم. ومش تنسوا وانتوا بتعملوا معلقه الرز دي بيخليكم النبت روعه. بهني واحده عزه عليا اسمها رانيا قريبتي، بقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي بعيد ميلادك، ربنا يشفيكي لاولادك. سلام يا حبايبي، وشيلوا اللايك والاشتراك والتعليق الحلو بتاعكم الجميل ده، يا احلى مشاهدين في الدنيا. سلام.